متتبعات ومتتبعي صحيفة المراكشي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خبر وتعليق، والتي نخصصها هذا اليوم لتداعيات، أقول تداعيات، الملف المعروض على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال، والتي يتابع فيها العمدة السابق ونائبه السابق يونس بن سليمان من أجل تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة. هذا الملف طبعا ناقشناه عدة مرات وكتبنا فيه عدة مرات، ولكن المهم فيه اليوم هو التداعيات ديال المحاكمة. فكيف ما تبعتوا يوم الأربعاء الماضي كان مثل أمام المحكمة محمد العربي بن القايد العمدة السابق لمدينة مراكش، ومعاه النائب الأول ديالو يونس بن سليمان، مثلو أمام غرفة الجنايات. وكان رئيس الجلسة الأستاذ أحمد النزاري كان يطرح مجموعة من الأسئلة على المتهمين، وبالطبع ملي كان كيطرح أسئلة على المتهم الثاني اللي هو يونس بن سليمان كيسولو حول بعض الصفقات، كيفاش تصرف فيها وكيفاش ان هذه الصفقه ما بداتش فيها الاشغال حتى سنه كوب 22، لان جميع الصفقات اللي ديال كوب 22 اللي دارت بشكل تفاوضي تم اختيار هذه الصيغه التفاوضيه لضيق الوقت، لان كوب 22 قرب. وبالتالي العامل الوالي السابق صيفط مراسله للسيد العربي بن القايد عمدة مراكش كيقول له فيها باش جميع الاشغال اللي مازال ما دارتش فيها صفقات دار فيها صفقات تفاوضيه باش تربحوا الوقت. وكيف ما هو معلوم ان يونس بن سليمان عطاه بن القايد واحد التفويض استثنائي باش هو اللي يجي يشرف على هذه الصفقات، علما ان اللي نائبه العمده اللي مكلفه بالصفقات العموميه هي امل ميسره. عموما دار هاد الصفقات بن سليمان وكيسولوا عليها القاضي كيفاش هاد الصفقه دارت بمناسبه كوب 22 صفقه تفاوضيه، ولكن الاشغال ما بدات حتى فات كوب 22 باسابيع او شهور. كيسولوا ايضا كيفاش ان هاد الصفقه دارت قبل من كوب 22 بنهار ولا بيومين، وتدير فيها ان مده الانزال شهر، بمعنى راه ما غاديش توجد الكوب 22. اذا علاش درتي صفقه تطوعيه؟ دونك هذه هي مجموعه من الاسئله اللي كانت يسولوه. ففي لحظه من اللحظات كيقول له بن سليمان باش نفهمك السيد الرئيس، باش نشرح لك السيد الرئيس. وهنا رئيس الجلسه كيقول له كيفاش تشرح لي؟ واش انا جالس معاك في المقهى؟ انت راك متهم، كنطرح عليك الاسئله غتجاوب على الاسئله اللي كنطرحها عليك. من بعد منها بن سليمان كيعتذر لرئيس الجلسه وكيعتذر الهيئه ككل، وتيقول السيد الرئيس قدر الظرف النفسي اللي كنمر منه. انا 20 سنه وانا كنمارس مهنه المحاماه، كنجي لهاد الجلسات هنايا، واليوم انا متابع على اي حال. تاثر يونس بن سليمان وجاته واحد النوبه ديال البكاء. هذا الانسان طبيعي جاته هاد النوبه بكاء. بقاو الناس متابعين وتفاجئوا بهذا المشهد. من بعد كيف ما قلت استأنفت
اعتذر بن سليمان والهيئة والرئيسها واستأنفت الجلسة. عبدو ربيه كان هو الأول سباق لنشر هذا الخبر. طبعا كيهم الرأي العام الخبر، وطبعا من حق الصحافة أنها تنقل الأجواء اللي دارت فيها المحكمة. نقلنا الخبر والخبر صحيح وما زدناش عليه وما نقصناش منه، وأيضا وما علقناش على الخبر. من بعد كتجي واحد الجريدة ديال تيونس بن سليمان وكتقول أن يعني العنوان ديال المقال: عندما يبكي الرجال أمام القضاء. وقال تيشرح صاحب المقال، تيشرح ظروف وحيثيات ديال هذا البكاء ديال يونس بن سليمان اللي شعر بالظلم. قال حسب المقال شعر بالظلم، وتيقول أيضا: إذ إن الشعور بالظلم هو أسوأ شعور على الإطلاق، وأن حالة الأستاذ بن سليمان تدخل في هذا الإطار، فشعوره المتراكم بالظلم في هذا الملف وعدم منحه الفرصة لإبداء أوجه دفاعه كما يخولها له القانون بدعوى أنه اليوم هو متهم وليس محامي. طبعا متهم وليس محامي، فكانوا محامين تيأجروه بالبدلة ديالهم، وكان هو لابس كأيها الناس، وكان واقف في قفص الاتهام، كان متهم طبعا. وبالتالي في هذيك اللحظة كان مطالب يجاوب على أسئلة القاضي. أما الدفاع فهو موكول للمحامين وليس لأي شخص آخر. وطبعا من حق يونس بن سليمان يوضح وجهة نظره من خلال الجواب على الأسئلة. وطبعا من بعد ما تسالي الأسئلة وكذا وتبدا المناقشة ديال الملف، غادي تكون المرافعات ديال المحامين، وسوف يتم الاستماع أيضا للمتهمين معا بما فيهم بن سليمان. على أي حال، هذا الموضوع ديال أن بن سليمان بكى في وسط المحكمة إلى آخره كانت عنده تداعيات. كلكم متتبعين لا شك أنكم طلعتوا وشفتوا واحد الفيديو اللي انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولته أيضا بعض الصحف الإلكترونية وأيضا حتى الورقية. هذا الفيديو اللي كيظهر فيه بن سليمان وكيتكلم فيه مع زميل، مع أحد زملائه في الحزب، أحد المنتخبين، كيقول له: بكيت في المحكمة وكاع ما جبتي ليا كلينيكس. وهو كيضحك: بكيت في المحكمة وكاع ما جبتي ليا كلينيكس. راني قلت لهم المرة الجاية غادي نتغوط في المحكمة يجيبوا ليا ليكوش. مثل هذا الكلام حقيقة أنا شخصيا تصدمت وتفاجأت، لأن كان بالممكن يجيني عادي لو أنه صدر على شي إنسان عادي وبسيط عادي وما تعرفش القانون وما تعرفش القيمة وما تيقدرش القيمة ديال الكلام اللي كيقول. يمكن يجينا عادي ونقولوا بدي راه ما فاهمش ولا ما عرفش ولا هذا ولا شي حاجة ولا ما قدرش اش يقول. ولكن باش يصدر على شخص اللي عنده جوج كاسكيطات، وحده أنه محامي ورجل قانون، وهو بنفسه ملي
وقفوا رئيس الجلسه وقال له اش بغيت تفهمني، واش انا جالس معاك في القهوه؟ قال له قدر الظرف ديالي والضغوطات النفسيه اللي عليا، انا راه 20 سنه وكان كنمارس مهنه المحاماه. فاللي كان تيمارس مهنه المحاماه غير عام ولا غير 6 شهور، مفروض انه يحترم مؤسسه القضاء اللي هي مؤسسه دستوريه، مفروض منه يحترم القضاء، وماشي يولي القضاء او مؤسسه المحكمه حديث ديال النكات او لا حديث الخاص والعام والتهكم في اي مكان وفي اي زمان. اللي مارس مهنه المحاماه كيلجم فمو وتيعرف شنو كيقول، ماشي هي القضاء. مسلمان ايضا كيحمل كاسكيطه ديال برلماني، كينتمي لهذه المؤسسه اللي كتشرع للامه، ما من حقوش يخرج منك هذا الكلام. ف إلا كان رجل قانون، محامي ورجل قانون وبرلماني كيصدر عليه مثل هذا الكلام، اش خلى الناس العاديين البسطاء اللي ما عارفين ما فاهمينش، اش خلى ليهم؟ ثم كيخرج من بعد ما تنشر هذا الفيديو وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته مجموعه من الصحف، كيجي بن سليمان مره اخرى يرد في الجريده الالكترونيه ديالو عاوتاني وتيقول بانه يونس بن سليمان بيدير واحد الشكايه ضد هذاك الشخص، داك الصحفي اللي صور هذا الفيديو. الشكايه بيديرها يعني في اطار تيقول حسب المقال اللي منشور في جريدته، في اطار الفصل 447 واحد الذي ينص على ما يلي. ما عرفنا كاع هذا الفصل ديال اش يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20,000 درهم كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها. دابا كيقول لنا بوضع الشكاية، يخبرنا راه غادي يوضع الشكاية ضد هذا الشخص اللي صوروا بدون إذن منه. مشي تقول لنا راه يعاقب بالحبس، اش انت تدخل على الناس بالحبس؟ كل مرة شي حد دار بك شي شكايه ولا قال شي حاجه كتجي تهددو بالحبس وتقول كذا ويعاقب بكذا. هادشي هاد الفيديو باش نحطوه السياق فجه هو كان واحد اللقاء حزبي ديال حزب التجمع الوطني للأحرار اللي بن سليمان كينتمي ليه. وعلى هامش هاد اللقاء كانوا مجموعه من الناس معاه ديال الحزب، وجا عبد الصمد العكاري اللي معاه ايضا في نفس الحزب، كانوا بجوج في العداله والتنميه وجاو التجمع الوطني للأحرار، وتيجي كيتسالم معاه عبد الصمد العكاري وتيبدا يتكلم، وكاع ما جيت يا صاحبي للمحكمه، بكيت في المحكمه وما جبتي ليا كلينيكس وكذا، وانا راه قلت لهم هاد المره راه في المحكمه غادي. الصحفيين راه واقفين جايين تما باش يغطيو هاد النشاط الحزبي، او من حق الصحفي يصور بوست القاعه تاعت كذا وعلى هامش اللقاء الحزبي. وهذا راه ماشي هاد الصحفي دخل البيت ديالك وجلس تلصص كيف ما قلتي في المقال متلصص، او لا كيف ما جانيت في هذاك النص اللي حطيتي لينا في المقال اللي هو كل من قام عمدا
بأي وسيلة إلى آخره، أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري. ماشي خاص وماشي سري، هذا لقاء حزبي وعلى هامشه تم تصوير الفيديو، وبالتالي وماشي شي حاجه اللي كانت سريه كتهضر قدام الناس، ماشي شي حديث جانبي تخبيتي باش تقول لصاحبك، شي قدام الناس امام الملأ والصحفيين قدام كتشوف فيهم. اذا هذا السيد لم يترصص عليك، وهذا السيد ما دخلش للبيت ديالك او شي حاجه، وبغض النظر على ظروف وحيثيات كاع التصوير، السي بن سليمان الموضوع هو داكشي اللي خرجتي من فمك، لا يليق بك، لا يليق بك، باعتبارك اولا برلماني، مسؤول حزبي، مسؤول سياسي، ثم ايضا باعتبارك محامي كتنتمي لاسره العداله. واليوم بكلامك هذا هنتي اسره العداله بما فيها مؤسسه القضاء، وبما فيها ايضا المنتمين لمهنه المحاماه. هذاك الموضوع هو هذا، ماشي التصوير وظروف التصوير. في التصوير راه كانت عاديه، راه لقاء حزبي فضاء عام هذا، وقدامك الصحفيين كتشوف فيهم، وربما تسامبتي مع واحد بهم كعادتك. في كاين المشكل، فين هي السريه في هذا الشيء هذا؟ ايناش السريه؟ هذا مقتمح، فين هي اللصوصيه او التلصص؟ فين هي؟ دخل عليك قاع بيتك ابدا. اذا باش هكا وغادي هذا يعاقب بالحبس من هذا وهذا، سوالف الحبس عندك انت، من حقك دير شكايه هكذا يعاقب. الموضوع اليوم السي بن سليمان هو هذا الشيء اللي قلتي، كلام لا يليق بك، وهذا الكلام صدر عليك وانت برلماني وانت محامي. وفي تقديري الشخصي اليوم بهذه التصريحات مؤسسة القضاء تمت إهانتها، ومن المفروض أن النيابة العامة تدخل وتفتح بحث قضائي في هذا الشيء. أيضا مفروض أن مؤسسة النقيب ومجلس هيئة المحامين في مراكش يفتح بحث في هذا الشيء، لأن في نظري المحكمة ماشي اتهمت الهيئة اللي كانت يترأسها الأستاذ أحمد النزاري فقط، تهانوا من خلال هذه التصريحات حتى زملائك المحامين. ومفروض أن مؤسسة النقيب تحرك، كيف أن النيابة العامة مفروض أنها تفتح بحث قضائي، لأن القضاء تهان اليوم، تهان بشكل غير مسبوق، وتهان من شخص اللي كينتمي لأسرة العدالة، رجل قانون محامي. البارح راهي المواطنة بسيطة مسكينة لا تخطه بيمينها، معروفة في وسائط التواصل الاجتماعي تيقولوا لها ما عرفش امي مينا ولا امي ناعمة اعتقد، خرجت مواطنة بديك يعني الطلاقة ديالها بديك هي تضحك في فيسبوك في اليوتيوب، ما عرفت كاع اش تقول، وكتلهم لهم كورونا كاع ما كاينه. راه كانت موضوع متابعه، بل ايضا تمت ادانتها ودخلت للسجن على هذا الكلام هذا. فاليوم هذا الكلام الى صدر على رجل قانون وعلى برلماني، اش خلى الناس اخرين العاديين البسطاء بحال هذه السيده هذه؟ فإلا سمحنا، إلا سمح القضاء وسمحت النيابة العامة بمثل هذا الكلام يتقال دون مساءلة، فغدا ولا بعد غدا غيجي شي متهور ويقول كثر من هذا الكلام أو قل منه أو بحاله، كي غادي نوليو. والقضاء راه هو ملجأنا الأخير، القضاء راه إلا تخدشات الهيبة ديالو راه مشينا فيها. هاد البوليميك ولا المزاح ولا ديروه في الاماكن ديال المزاح ويديروها الناس، هذا ماشي رجل قانون وبرلماني. اعتقد اليوم بان مثل هذا الكلام ما خصوش يدوز هكذا، لا بالنسبه لهيئه المحامين في مدينه مراكش ولا بالنسبه للنيابه العامه، باش
يعني ما يبقاش هذا التطاول بهذا الشكل هكا على مؤسسة القضاء اللي من المفروض أنها مؤسسة محترمة ومقدرة، وإلا غدا كل ما ينتج عنها من أحكام ويصدر عنها من أحكام كذا ما غاديش يبقى موضوع احترام. واش غادي يبقى لينا إلا مشات لنا مؤسسة القضاء؟ اش غادي يبقى لينا؟ اليوم أنا في نظري مؤسسة القضاء خدشات وتم يعني ما عرفش أهينت، تمت إهانتها بهذا الكلام هذا، وما خصوش هذا الكلام يدوز هكا أعتقد في نظري. وطبعا النيابة العامة ما محتاجاش عزيز بطرح باش يقول لي تفتح بحث ولا ما تفتحش، ولكن أنا كنعبر على رأيي وتنقول هذا الكلام من المفروض أنه يتوضع في ميزان. هذا الكلام ما خصوش يدوز هكذا، ما خصوش يتسكت عليه، حيت راه أسرة العدالة مجتمعة تمت إهانتها، سواء تعلق الأمر بالقضاة من مختلف مستوياتهم أو بالمحامين أو بجميع الأطراف المكونة لأسرة العدالة. هذا الشيء ما مقبولش، سورتو من رجل قانون وبرلماني ومسؤول سياسي. ثم كنتسائل هذا اللقاء الحزبي اللي تقالت فيه على هامشو هذا الكلام هذه التصريحات، راه كان حاضر فيه رئيس البرلمان، واش اللي كينتمي لنفس الهيئة السياسية واش يقبل رئيس البرلمان مثل هذا الكلام يصدر على واحد برلماني في الفريق ديالو داخل البرلمان؟ واش رئيس الحكومة اللي هو الأمين العام ديال حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش يقبل برلماني معاه في الحزب يقول مثل هذا الكلام على مؤسسة القضاء؟ لا أعتقد، لا أعتقد. هاد الشي كاملو جا كرد فعل على ما تناقلته جميع الصحف حول واقعة بكاء يونس بن سليمان داخل جلسة المحكمة. وكيف هو قال في المقال ديالو قلب عند علماء النفس وكذا، وقال بأنه علماء النفس كيقولوا بأن الناس أو الشخص المظلوم اللي كيحس براسو تظلم تيبكي، زعما البكاء. طبعا البكاء شيء طبيعي، كلنا نبكون، كلنا نبكي، ولكن هو في الحقيقة إلا رجعنا للملف ديال الصفقات التفاوضية ديال كوب 22 ماشي بن سليمان اللي خصو يبكي، المراكشيين والمراكشيات هما اللي خصهم يبكيو، لأن عشرات الملايير ديال السنتيمات تحت لمدينة مراكش فرصة باش تبدل، باش تغير للأحسن، والتبددات وأسيء فيها، أسيء التصرف في هذه الأموال، تبعثرات هذه الأموال، كانت اختلالات في تدبير هذه الأموال. داكشي علاش اليوم يونس بن سليمان موضوع متابعة قضائية، واللي خصو يبكي هو المراكشيين والمراكشيات على هذه الأموال اللي تصرفت بشكل فيه بزاف ديال الاختلالات وبزاف الروينة. المراكشيين والمراكشيات هما اللي خصهم يبكيو. أيضا هذه القضية تاعت عندما يبكي الرجال أمام القضاء،
راه شفنا الرجال وقرينا على الرجال ديال الحركة الوطنية اللي وقفوا أمام المحكمة اللي كان تيشرف عليها الاستعمار وما بكاوش، وفي وسط المحكمة كيقولوا عاش الوطن، ما تيبكيوش. وسمعنا وحنا صغار على الرجالات الوطنيين اللي وقفوا في امام المحاكم في عهد الاستقلال من اجل قضايا وطنيه، وكاين فيهم اللي تحكم بالاعدام في سنوات الستينات والسبعينات، في سنوات الرصاص، ما بكاوش، كيقولوا عاش الوطن، وكيعرفوا بان الاحكام جاهزه. اما اليوم الحمد لله راه كاين قضاء عندنا مستقل. وبالمناسبه هذاك الرئيس اللي ترأس هذه الجلسه هذه في هذه غرفه الجنايات، الاستاذ احمد النزاري، راه قاضي لي عقود، راه ماشي شي واحد هكذا، قاضي لي عقود، والسيره ديالو راه معروفه على المستوى الوطني، كفاءته ونزاهته. وراه هذيك الغرفه عشرات ديال الملفات الفساد اللي كانت معروضه على هذيك الجلسه، كانوا فيها ناس اللي خداو البراءه، وكانوا فيها الناس اللي تدانوا. دارناش هاد تشنج، حس بالظلم وما خلاش يدافع على راسو، وما دا كلام. انا ما بغيتش ندخل في تفاصيل يعني المحكمه وكذا، حتى لا يقال انه بنا نأثروا على القضاء او شي حاجه، ولكن الادعاء والقول بانه شعر بالظلم هذا ماشي صحيح، هذا الشيء ما كاينش. هذا تا مول المقال ما عندوش الشجاعه يوقعوا. دير متتبع ملف كوب 22، كيفاش متتبع؟ هذا توقيع، هذا توقيع متتبع لكوب 22. هذا انا كنتحدى الى هادو اللي في هذه الجريده متبعين هاد كوب 22 والله ما تعرفوا به شي حاجه، والله ما عارفين باش مسكي. وتكون عندكم الشجاعه وكتبوا ديروا التوقيع ديالكم. كوب 22 انا كنقول ما فيهش شي تبديل، ما فيهش فقط تبديل، فيه شي حاجه كبار من التبديل. بعض الاسئله اللي وجه رئيس الجلسه المتهم يونس بن سليمان، قال له واش كتعرف واحد المقاول اشنو، واش واحد المقاول سميتو هشام، ما غاش نقول الاسم العائلي ديالو، واش كنتي مشارك معاه في شي شركه؟ قال له يا سيد الرئيس، كنت مشارك معاه في واحد الشركه في سنه 2004. وهاد الشركه ملي قديناها تزامنات مع انني طلعت المسؤوليه في المجلس الجماعي وحنا نفضيوها. ما خدماتش كاع وفضيناها مزيان. سولو رئيس الجلسه، قال له هاد هشام، وجبت ليه الوثيقه، هاد هشام اللي قلتي فضيتي معاه الشركه في 2004، هذا واحد التنازل داروا ليك في 2007، تيقول فيه تنتنازل على جميع الاسهم ديالي في الشركه هذيك. ياك هذا توقيع كالسي بن سليمان انت وياه. قال لي يا سيد الرئيس، يا سيد الرئيس، ايوا قلتي فدتها في 2004 ما بقاش معاه، وفي 2007 داير لك تنازل. وبالمناسبه هذه الشركه عندها واحد الكارير ديال المقلع. كيعاود يسولوا رئيس الجلسه، الشركه الفلانيه خدات واحد المجموعه من الصفقات تفاوضيه في كوب 22، هذه اكس. قال له يا سيد الرئيس، قال له
شكون هو المسير ديالها؟ قال لي اودي ما عرفتش، راه مجهولة الاسم. قال لي لا، المسير ديالها هو هذا هشام اللي كنتي مشارك معاه واللي تنازلك على ديك الشركه. قال لها السيد الرئيس لا انا ما عرفتش من. قال له واخا، هذه القضيه تاع هذا هشام وعلاقتك السي بن سليمان بهذا هشام والصفقات التفاوضيه اللي قلت فيها انا حصه الاسد، خصوصا ديال الطرقات وديال كذا، والصفقات ديال التبليط جامع الفنا وإيف سان لورون، زنقات إيف سان لورون الى اخره، انا ما عرفتش، الله اعلم اش بيولد هذا الشيء، ما عرفتش. ولكن نعاود نقول مرة أخرى، راه المراكشيات والمراكشيين هما اللي خصهم يبكيو على الملاير اللي توزعت وتزلعت بغير حق. مقاول، هذه من الأشياء اللي واجهك بها الرئيس السي بن سليمان. مقاول دار صفقات مع المجلس قبل من كوفنت، وفي كوفنت 2 دفع لكم شي ارقام بشحال بيصوب واحد الخدمه، والثمن اللي وضع لو دوبل ديال الثمن اللي كان تيخدم معكم به. وقال صرح الضابطه القضائيه انا راه حطيت هذيك الاثمنه ورغم انهم دوبله حتى واحد ما تفاوض معايا حتى حاجه، طعيتو ليا قال لي سير تبدا تخدم. اللهم إن هذا من كرة السي بن سليمان، تولي الخدمة تنخلصوها مدوبلة. وهذاك هشام نيت اللي شد مجموعة من الصفقات بأثمنة خيالية، هذا هشام كان خدا واحد الصفقة ديال التزفيت ديال الطرقات، ودخل في منافسة مع شركات أخرى، وكان هو اللي عطى احسن ثمن، اقل ثمن. حسب لكم التكرات ديال ديك القشره الزفت الفوقانيه ب10 دراهم للمتر كاري، وحسب طون ديال الزفت ب445 درهم الطون. 5 ايام على هاد الصفقه اللي دازت فيها المنافسه، تتعطيها السي بن سليمان صفقه ديال الزفت اللي حسب الطون ب800 درهم بدل 445 درهم، والتكرات ديال القشره الزفت حسبها ب40 درهم للمتر كاري بدل 10 دراهم. واللهم ان هذا من كرة السي بن سليمان. وفينا هو الدور مع السي بن سليمان؟ الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان في المغرب نهار دار رئيس المجلس الوطني ديالها اللي هو عبد الاله تاطوش دار شكايه للنيابه العامه، ما خلطش ودارها، كانت عنده وثائق مضبوطه ازيد من 150 وثيقه اللي طلع عليها كيقول اللهم ان هذا منكر. ملي كيقول الوالي الاشغال المتعلقه بكوفنت هي اللي دار الاشغال لي تخافو، كيمشي ستي بن سليمان وتي يدير مقتنيات مشتريات، ماشي صفقه الاشغال ديال المكتب الصحي، دوك الادويه اللي كيستعملوا المبيدات وهذه ماشي اشغال. واعتقيدي ما خدتنيش الذاكره دار صفقه بازيد من مليار ديال السنتيم في اللحظه اللي المجلس الجماعي ديجا داير صفقات في هذا الشيء سنويا تيديرها، ولا صفقه فوق صفقه. وراه المكتب الصحي اليوم راه بقى تراكم على داك الشيء، بقى هي مليوح تماك، لان تقتنى اكثر من الحاجه ديال المدينه. الصفقات التفاوضيه مرتبطه بكوفيد 2 اش دخل المنتزه اللي حدا مرجان طريق للازدهار؟ ما علاقته بكوفيد 2. الملعب تاع سيدي يوسف بن علي صفقه تفاوضيه
ما علاقته بكوب 22؟ المركب الرياضي ديال دول العسكر ما علاقته بكوب 22؟ الاموال كانت تتزلع وكانت توزع بواحد الطريقه. اذا المراكشيين والمراكشيات كيف ما قلت هما اللي خصهم يبكيو، لان هاد الملاير، هاد الميزانيه اللي تخصصت لمراكش بهذيك المناسبه كان بامكان تولي مدينه اخرى، مدينه مختلفه تماما، وضيعنا هذه الفرصه، والسبب هو الاختلالات اللي عرفتها هذه الصفقات. اذا المراكشيين والمراكشيات هما اللي خصهم يبكيو، وهما اللي تظلموا ماشي يونس بن سليمان. بغيت ندير واحد الاشاره باش نختم. المراكشيين والمراكشيات ما تظلموش غير بمناسبه كوب 22، تظلموا ايضا ملي كانوا كيشوفوا هكذا مجموعه من المنتخبين والمسؤولين ديال هذه المدينه تيقرعوا في الاراضي ديال الدوله. المراكشيين اللي خصهم يبكيو، اللي المحطه الطرقيه الجديده اللي كاينه في العزوزيه، واحد الارض حداها اللي كانت بغات دار فيها محطه ديال الطاكسيات، كيف جاو هاد المسؤولين ديال العداله والتنميه واللي كان معاهم بن سليمان داروا التنازل على هاد الارض، ما بغيناهاش، ردوها لاملاك الدوله. وشي منتخبين تيديروا لها الدوره وتيشدوها وتيدوزوها في الكوميسيون ادوك يا مات البجيوي الوالي المعزول، وتيبيعوها هي في الوراق ب 700 مليون والزايد. هذا غير واحد الاشاره اللي دارت. ايضا في غفله من المراكشيات والمراكشيين دار زنيبر مشات في جمح الظلام اللي اصلا كان مقرر في اطار الحاضره المتجدده دار فضاء فني وثقافي وتصور، وداوها المنتخبين. اللي خصو يبكي هو المراكشيات والمراكشيين اللي مشى ليهم ديالهم. اخيرا كنتمنى ان النيابه العامه تفتح بحث لهذا الفيديو هذا اللي فيه اهانه للقضاء، لمؤسسه القضاء، وفيه اهانه ايضا للمحامين. ومن المفروض وتنتمنى ايضا ان مؤسسه النقيب تحرك وتدير اللازم. بهذا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم خبر وتعليق، وإلى خبر آخر وتعليق آخر، وإلى اللقاء.